السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده في فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. النهارده بقى عايزين نشوف هنعمل ايه مع الكتاكيت الصغيره بتاعتنا، الهديه اللي جات لنا. طبعا لازم نراعيها ولازم نوضب لها مكان ولازم ناخد بالنا منها. فالنهارده ان شاء الله عايزين نمشي مع بعض خطوه بخطوه كده، نشوف هنعمل ايه معاهم. واتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك، ونبدا مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هنا بقى يا حبايبي، انا دلوقتي ما عنديش مكان احط فيه الكتاكيت الصغيره. طبعا مش معقول بقى احطهم على الترابيزه. هنا اهو بسم الله ما شاء الله الرف اللي تحت فيه الكتاكيت الصغيره. وبعدين هنا هنا في الرف ده فيه اللي هم الكبار شويه عنهم. طبعا انا مش حاطه كله مع بعضه. انتوا قلبتوا الدنيا ليه كده؟ اهو زي ما انتوا شايفين كده كبار هنا. وبعدين هنا بقى انا ما عنديش مكان للصغير، فهعمل ايه؟ بصوا ادي الصغيرين اهم تحت هنا، بس انا حاطه معاهم واحده كبيره عشان كانوا اللي فوق بينقروا فيها. هنا بقى ما عنديش غير الرف ده اللي جوزي بقى حاطط فيه ايه حاجات بتاعته. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنضف المكان ده وهطلع اللي تحت احطهم فوق، وتحت خالص هحط الصغيرين. ليه هحط الصغيرين؟ علشان هنا في لمبه 100 اهي محطوطه، وهم محتاجين لمبه 100. مش هينفع احط ليهم لمبه اقل من كده، لان دولت عمر يوم لسه جايين. فالرف اللي فوق ده هنضفه دلوقتي وهفرشه كويس، وهطلع فيه الكتاكيت اللي تحت احطها فوق، واحط الصغيرين تحت هنا. يلا بقى معايا كده، انا هقفل شويه انضف المكان دوت وهرجع لكم تاني. انا اهو معاكم خطوه بخطوه. اهو نضفت الجزء اللي فوق دوت اهو كده، نضفته وفرشت فيه شوال وفرشت فيه موكيتا. لان انا ما عنديش المكان اللي انا فيه مش لاقيه، مش عارفه اشتري تبني منين ومش عارفه اجيب نشاره. فطبعا انا بفرش الموكيت وبفرش تحتيه شوال، عشان طبعا فيه خشب، او بفرش مشمع وفوقيه الموكيت دوت، لان منها الموكيت هيدفيهم. دي حاجه. الحاجه التانيه انا بشيل الموكيت وبغسله كل يوم وبنضفه. فزي ما انتم شايفين كده الفرشه نضيفه زي الفل اهي. وهبدا بقى اروح مطلعه اللي تحت دولت، هطلعهم فوق وارجع انضف مكانهم شويه وارجع لكم تاني. انا طبعا هنا بحك العشه زي ما انتم شايفين كده. نضفتها بسكينه المعجون زي ما انتم شايفين كده، بنضفها اهو، ما بخليش فيها اي بواقي. وبعدين بكنسها كده وبخليها نضيفه خالص. شايفين اهو كده، زي ما انتم شايفين كده اهو. زي ما انتم شايفين كده العشه عندي بقت زي الفل، ما فيهاش اي حاجه خالص. اللي فيها دوت ميه، وهنا هي نضيفه ما فيهاش اي حاجه خالص. بس برضو لازم اعقمها، لان طبعا دولت كتاكيت صغيرين، مش هينفع احط ميه بكلور، لكن انا هحط ميه بخل اهو. ادي الخل، ادي الخل عندي. هاخد بس حبه صغيرين هحطهم في كوبايه ميه زي كده، وهاخدهم هرش بيهم العشه. اهو رشيت العشه بميه بخل زي ما انتم شايفين كده. ادي الميه هي على الحيطه وفي الارض، وبسيبها تنشف شويه. طبعا ما ينفعش احط كلور، لان دولت عمرهم يوم، فلسه نفسهم يعني قصير، ما يقدروش يتحملوا ريحه الكلور. فالخل اخف طبعا، والخل برضو بيعقم. انا دلوقتي اهو حطيت الخل وحطيت الميه، طبعا حبه خل صغيرين، وعقمت بيهم العشه. هسيبها تنشف وبعد كده هفرشها زي ما انتم شايفين اهو. خلاص بعد ما عملت العشه بالميه والخل وخلاص سبتها نشفت شويه، وبعدين فرشت المشمع وفرشت عليه موكيتا زي ما انتم شايفين. طبعا الحاجات دي مغسوله ونضيفه زي الفل. بس فاضل لي هنا حاجه، ان اللمبه دي، بصوا انتم شايفين اللمبه دي 100 محطوطه على جنب. ما ينفعش ان اللمبه دي تفضل على جنب. انا هحط دلوقتي مؤقتا، لان طبعا انا ما كنتش عامله حسابي
فدلوقتي مؤقتا هسيبها على جنب بس لحد ما حد يجي ويخليها لي في النص. لازم تبقى في النص عشان توزع درجه الحراره كويس في المكان اللي الكتاكيت فيه. بس اهم حاجه ان انا عملت لهم مكان نضيف يقعدوا فيه. مش هينفع طبعا اسيبهم على الترابيزه بره، فمعلش على الصوت العالي عشان انا طبعا في البلكونه ودوت شارع. فهنا اهو نضفت المكان وهجيب فيه الكتاكيت اللي هحطها فيه، الكتاكيت الصغيره اللي لسه جايه دلوقتي. تعالي بقى نحط للكتاكيت الميه بتاعتها. طبعا انا ما كنتش عامله حسابي فمش جايبه مسقه، بس انا بعد كده هجيب لهم مسقه صغيره على قدهم. هنا بقى جايبه عندي طاجن وبحط فيه برطمان زي كده علشان هما ما يسقطوش فيه. ودي كوبايه شاي الحقيقه كنت عاملاها وما كملتهاش، هدلقها لهم كده اهوت وهزودها لهم ميه. الشاي بيصحصحهم، وهدلقها كده وازودها ميه وهاخد دي احطها لهم جوه في البلكونه اهو. زي ما انتم شايفين انا حطيت لهم طبقين فيهم اكل، وحطيت لهم الطاجن اللي انا حطيت فيه البرطمان، وحطيت لهم فيه نص كوبايه شاي والباقي ميه، علشان بس انا عايزاهم يصحصحوا وهم كويسين وحلوين ما شاء الله زي الفل. بس يعني عاملين زي البيبي الصغيره، انا عايزاهم يصحصحوا عشان ياكلوا اهو كده. هم حطيتهم في البلكونه زي ما حضراتكم كده شايفين. ودلوقتي هقفل عليهم علشان ادفلهم المكان، لان هم المفروض ما يبقوش كمشانين في بعض كده. يعني الثلاثه اللي واقفين جنب بعض دول كده بردانين. لما انا اقفل العش عليهم هتبدا المكان بتاعهم يدفى شويه ويبداوا يتحركوا ويبداوا ياكلوا. طبعا انا بحط لهم الشاي ليه؟ علشان يفوقهم ويخليهم ياكلوا اكتر. لاحظوا ان احنا هنربي ان شاء الله الدوره دي مع بعض من اول يوم كده. دوت اليوم الاولاني ليهم. طبعا اليوم اللي احنا جبناه فيهم دول يعني ممكن نقول ما نحسبوش، بس احنا هنحسبه من اول، لان هم مش هياكلوا من اول يوم. فهنبدأ مع بعض من دلوقتي، نبدأ كل يوم نشوف احوالهم ايه وهياكلوا ازاي، ونشوف كمية الاكل اللي هياكلوها، وبرده مع بعض هنحسب هم هياكلوا قد ايه وهيكلفوني قد ايه. في حد ممكن يقولي لا ده العلف غالي قوي. انت لما يبقى عندك ما شاء الله كده مثلا 15 كتكوت، دول هتاكليهم منين وهيصرفوا عليكي اكتر ما هتجيبيهم. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبدأ مع بعض هنحسبهم دولت عدده بكام، لان انا فعلا معرفش ثمنهم كام، وهنشوف هياكلوا بقد ايه وتكلفتهم معانا تبقى قد ايه، وهنشوف هل الموضوع ده مكلف ولا هل هو موفر للبيت ولا ايه بالظبط. احنا مع بعض هنحسبها بالورقه والقلم وهنشوف الحاجه دي هتصرف معانا قد ايه. تمام. وكلنا طبعا شاطرين، لو هي حاجه مفيده اكيد كلنا هنبدا نستفيد من بعض، واللي عنده مكان هيحاول يربي. وزي ما انتم شايفين كده الحمد لله خلاص كده هم دخلوا بقى بيتهم، ومفروض بقى ان احنا نقفل عليهم عشان المكان يدفى. اترككم في رعايه الله، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله تعملوا لي اشتراك ولايك، واتمنى ان انا اسمع تعليقاتكم، واللي عنده اي معلومه ممكن تفيدني انا ما اعرفهاش يا ريت يقولها لي، وكلنا بنتعلم من بعض فضلا وليس امرا. اتمنى ان انتم تعملوا لايك واشتراك. مع السلامه.